السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا قصة بعنوان القطة السوداء. في يوم من الأيام كنت سهران مع اتنين من أصحابي، وكنا مروحين حوالي الساعة 2 بالليل، واحنا متعودين نروح مشي ونتسلى بالطريق شوية بما إن تاني يوم أجازة عندنا. في اليوم ده واحنا مروحين قعدنا شوية نريح، لكن فجأة لقينا قدامنا قطة سوداء وعينيها بتلمع، واقفة قدامنا في نص الطريق ومركزة معانا جدا وبتبص علينا. مشغلناش بالنا وفضلنا نضحك ونهزر، لكن بعد مرور 5 دقايق لاحظنا ان القطة لسه زي ما هي واقفة وبتبص لنا. ساعتها بدأنا كلنا نقلق، وبدأ واحد مننا يحاول يمشيها، لكن الغريب انها مش بتمشي خالص ومش بتخاف زي باقي القطط ولا راضية تتحرك من مكانها. صاحبي حاول يضربها بحاجة عشان تمشي، برضه مفيش فايدة. في النهاية قررنا نسيبها في حالها ونسيب لها المكان ونمشي خالص، لكن كانت بتبص لنا وكانت كأنها بتقول لنا امشوا من هنا. لكن للأسف صاحبي وهو ماشي ما كانش عارف إنه غلط غلطة عمره اللي هيندم عليها كتير، لأنه وهو ماشي رمى عليها السيجارة في محاولة منه إنها تمشي يعني، وللأسف السيجارة جت في وشها واحنا مشينا. في اليوم التاني صحيت انا وصاحبي على اتصال من صاحبنا التالت اللي رمى السيجاره، وكان خايف ومرعوب وشكله ما يطمنش. عديت على صاحبي واخدته ورحنا له نطمن عليه، وساعتها بدأ يحكي لنا اللي حصل له. واللي حصل له انه لما روح بالليل ودخل اوضته لقى على السرير اثار رجل قطه، ولقى حاجه تحت البطانيه بتتحرك. رفع البطانيه بسرعه لقى نفس القطه السوداء، لكن المره دي نص وشها محروق وشكله وحش جدا ومرعب. حاول ينطق ينادي على حد، صوته مش راضي يطلع، ومن الصدمة والخوف أغمى عليه. وأول لما صحي من النوم لقى ظهره عليه خرابيش قطط كتيرة جدا لدرجة إنها شبه محروقة، وكأن مخلب قطة ممزوج بالنار فضل يشرح في ظهره طول الليل. وفضل صاحبي على الحال ده كذا يوم، كل يوم القطة السوداء تجيله تنشف دمه من الرعب وتمشي وتسيب ويروح كتير في ظهره، لحد ما قررنا نروح لشيخ يحاول يشوف لنا حل للمشكلة دي. في النهاية وصلنا مع شيخ، وبعد الشيخ ما جه وقرأ القرآن وشاف الجروح اللي في ظهره قال انتوا اكيد اذيتوا حد من غير ما تقصدوا، يا ريت اعرف ايه اللي حصل قبل ما يوصل للمرحلة دي. واكد عليه الشيخ انه يحكي ادق التفاصيل ولو تافهه. بدأ صاحبي يحكي له قبلها بيوم اللي حصل. بعد ما خلص صاحبي كل الحكايه رد الشيخ وقال انت يا ابني رميت السيجاره في وش واحد من الجن وحرقته، واللي بيحصل معاك ده لانهم ما كانوش عاوزين يأذوا حد فيكم، وكان القط الاسود ده عاوز يحذركم عشان تمشوا، لكن انتوا ماشيين رميت انت السيجاره فحرقت واحد منهم، وعقابك كان بالشكل ده. هم حاليا بينتقموا منك، كل يوم بيجيلك واحد غير اللي قبله انتقام من اللي انت عملته فيهم. وسألنا الشيخ النهارده يا ابني اليوم الكام بعد الموقف اللي حصل معاكوا ده؟ رد عليه صاحبي وقال له انا بقالي كده حوالي اسبوع يا شيخ. قال الشيخ غالبا الموضوع مستمر لحد 7 ايام، بعد 7 ايام هتروح نفس المكان لوحدك، هتلاقي السيجارة اللي رميتها تشيلها من مكانها وتمشي وانت ساكت من غير ما تنطق ولا كلمة، وهم هيقبلوا الصلح بالطريقة دي. صاحبي عمل كل اللي قال عليه الشيخ، وفعلا الموضوع بعدها وقف تماما، وصاحبي رجع لحياته الطبيعية تاني بعد عذاب ورعب استمر معاه لمدة 7 أيام. وهنا تكون خلصت قصتنا. لو القصة عجبتك تعمل لايك، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، واشترك في القناة، واشوفك الحلقة الجاية.